السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بقى بيوم جديد وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل حلويات مولد النبي كده، السمسمية والحمصية. بس جيت متأخر شوية، بس كان في ظروف كده فما عرفتش اسجل الفيديو، فالنهارده هنزله. كل سنة وانتم طيبين. هنشوف بقى مكوناتنا، بس عايزة قبل ما ابدأ الفيديو صلي على الرسول ونحط لايك جميل كده ونعمل اشتراك للقناة لسه ما اشتركش في القناة. معانا اول حاجة كده هنجهز الادوات بتاعتنا. هنا معانا صاج كده، هنحط فيه نقطتين مية كده ونلزق فيه كيس من بتاع السندوتشات او كيس اللي بيخش التلاجة، يعني نلزقه كده، او ورق استرتش او اي حاجة. ندهنه بقى دهنة زيت كده. اي حاجة معانا النهاردة هندهنها دهنة زيت عشان ما تلزقش او يعني تبوظ معانا الحاجة او كده. معلقة الخشب بالنشابة بالمعلقة السيليكون كل حاجة، كل الادوات اللي هنستخدمها. دي اول حاجة كده جهزناها مع بعض. لازم قبل ما تبداي في اي حاجة لازم تجهزي الحاجات دي. هنركن كده بقى الصاج كده على جنب. معانا هنا كده 400 جرام سمسم، انا جايباه ابيض مش متحمص. هناخده بقى ايه، نحمصه بردك على البوتاجاز كده. حتى لو جايباه متحمص لازم تحمصيه تاني على البوتاجاز عشان يبقى كويس معاكي، يطلع الرطوبة او كده. معانا هنا بقى تاني حاجة، معانا هنا كده مقلاية هنحط فيها 150 جرام سكر، اللي هي كوباية الا ربع سكر حبيبات عادي. معانا هنا كده 50 جرام مية، ربع كوباية. معلقة عسل كلوكوز كبيرة، دي بتيجي من عند العطار. معانا كمان عصرة ليمونة، نص ليمونة كده نعصرها كمان عليها. هناخد بقى كل ده على بعضه ونحطه بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. كده رفعناه على البوتاجاز ونسيبه بقى يسيح كده، وبعد كده نقلبه كده لحد ما يتكرمل معانا، يستوي كده ويعمل كرمله شويه كده. ومعانا هنا الجنب التاني دوت بنحمص السمسم كده، ياخد لون بردك بس انا عايزاها بيضه تكون حلوه كده، وبرضك يطلع الرطوبه منها. يلا بقى، عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايك جميل وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. انا كده بصور لكم في المطبخ بتاعي الجديد، ربنا يجعله فتحه خير عليا يا رب. عايزه دعوه بقى من قلبكم حلو. زي ما انتم شايفين اهو، دخلت في عمليه التسويه والكرمله اهو. معانا هنا كده السمسم كان اخد لون شويه. وما تخافيش، هي شويه الميه اللي احنا حطيناهم مش هتحرق السكر او حاجه او كرمله للاخر يعني، لا يا دوبك بس يخليه يستوي يبقى حلو كده. هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو، ناخده بقى نختبره كده. انا عارفه اللي هو لسه ما استواش بس بعرفكم برضك لسه زي ما هو ميه اهو. نسيبه بقى لحد ما يستوي خالص. تيجي كده تحطها في الميه تلاقيها نشفت كده وبتتكسر معاكي، يبقى كده استوت معاكي. على طول بقى سريع سريع كده، تخلي ايدك سريعه في الحركه دي. هو كده استوي خالص اهو. هناخد بقى السمسم اللي احنا حمصناه ده مع بعض وهنفضيه كده على البوتاجاز بسرعه كده ونقلبه علشان ايه، كله يتقلب مع بعضه، يعني يتخلط مع بعضه. بس بسرعه عشان ايه ما ينشفش معاكي. هنحط عليه بقى ايه، نص معلقه كربوناتو، اللي هي كربونات الصوديوم، اللي هي الكربوناتو بتاعتنا بتاعه الطعميه عادي. لو مش موجوده عندك حط نص معلقه بيكنج باودر. دي بتخليه نافش كده وبتخليه كده مقرمش كده في الاخر وحلو ومش مكتوم. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبه بسرعه بسرعه كده قبل ما يجمد معانا. هناخده بقى على الصاج اللي احنا دهنينه زيت ده، نفضيه على طول على طول كده، عشان طبعا السكر والعسل الكوكوز بيمسكوا قوي، فلازم تفضيه بسرعه. تكون كل حاجه مدهونه معانا زيت عشان ما تلزقش وكده. هناخده بقى نسويه بسرعه كده، وطبعا سخن ايدي مش هتستحمل، هنلزقه كده
بالستريتش تاني يعني، او بالكيسة دي هنعمله كده، نبططه نسويه خالص. طبعا هو سخن جدا يعني، بس عشان قبل ما ينشف ويعمل شكل فلازم نسويه خالص على حسب ما احنا عايزينه حجمه يعني. بعد كده ناخد النشابة بقى نسوي بيها كده لحد ما يبقى سطحه كله متساوي كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين اهو. معانا برضك السكينة كانت مدهونة زيت، ناخده نقطعه على حسب ما انت عايزة، صغير، صوابع، حتة عريضة كده، حسب ما انت عايزة تقطعي. هنا سوينا الوش بتاعه خالص اهو، بقى مساوي خالص. بصوا لو عايزة تعملي الفولية بتعملها بنفس المقادير بالظبط. الحمص برضك انا هعمل الحمص، بس مش يعني مش هبينه معاكم ولا في الاخر يعني، عشان ما كنتش هطول عليكم الفيديو. هنا بقى هنقطع كده السمسمية دي كده على حسب ما انت عايزاها. طبعا اي حاجة معانا تكون مدهونة زيت زي ما انتوا شايفين اهو. هنا قطعناها بالطول كده، هنرجع نلف الصينية ونقطعها تاني. لو وصلت معانا هنا كده لحد الفيديو كده لحد هنا، ما تنسيش تحط اللايك بتاعك الجميل. كده هنرجع نقطعها كده شبه الصوابع كده زي اللي بتتشرى من بره. بعد ما قطعناها بقى وهي لسه طريه كده هنسيبها نص ساعه لحد ما تنشف وتجمد خالص، ونرجع بقى نشوفها هتعمل ازاي بعد بنص ساعه دي. هكون انا عملت السمسميه بتاع الحمص. هنا بعد ما نشفت اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بطلعها جامده ومقرمشه جميله قوي. وعملت هناك الحمص اهوت نفس المقادير بالظبط زي ما انتم شايفين اهو، بتتكسر وحلوه جميله جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رايكم فيها، وهتبقى حلوه جميله وارخص من اللي بتيجي من بره بكتير، وانت ضامنه ازاي عاملاها في بيتك لاولادك. ويلا بقى كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معاهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.